النتائج هي كل حاجه، الديدلاين هو كل حاجه، العميل هو كل حاجه، وانت ولا حاجه. انت مش ولا حاجه ولا حاجه، انت مش ولا حاجه ولا حاجه، انت مش ولا حاجه ايه ولا حاجه، ولا انت مش ولا حاجه ايه. لا، العميل هو كل حاجه، الديدلاين هو كل حاجه. انت فوق دماغنا من فوق بس. لا يعني راي العميل ان هو قال على البتاعه دي وحش فهو وحش، انت بقى مش عارف تقنعه ان هي حلوه، يبقى انت عندك مشكله، مش هو اللي عنده مشكله. هو شايفها وحش، هو دافع فلوس عشان ياخد البتاعه دي بالذوق اللي عاجبه هو، بالشكل اللي عاجبه هو، عشان كده عملوا بدله خضراء وبدله حمراء وبدله صفراء وبدله زرقاء وبدله كحلي وبدله بيضاء وبدله سوداء، عشان كل حد عنده حاجه بتاعته هو بتحكم عليه هو. فانت ما تقولش العميل اللي ما بيفهمش، لا ما انت بتفهمش. العميل اللي ما بيفهمش فهو ما بيفهمش، يبقى هو ما بيفهمش عشان اختارك. فما تقولش على العميل بتاعك ما بيفهمش، هو لو ما بيفهمش يبقى هو ما بيفهمش عشان ايه؟ عشان اختارك انت، عشان اختار واحد يقول عليه ما بيفهمش. الديدلاين برضو هو كل حاجه. الكلاينت عايز الحاجه دي بعد 7 ايام، انت مش تقدر تدليفر بعد 7 ايام، ما تقولش انا هقدر. لو قلت انا هقدر بقى هو عايزها بعد 7 ايام، يبقى الديدلاين هو كل حاجه. النور قطع، الدنيا خربت، الدنيا حربت، الدنيا اتشقلبت، انت اترفدت، في ديدلاين. الديدلاين هو كل حاجه، والعميل هو كل حاجه. انا مش عايز اقول انت ولا حاجه، بس انت وافقت على الكلام ده يبقى انت لازم تحترم كل حاجه. فما ينفعش بقى نطلع نقول اصل العميل ما بيفهمش، لا يا فندم. ما ينفعش بقى نطلع نقول اصل الديدلاين قريب، لا يا فندم، ما دي مشكلتك انت. فانت كحد بقى بتمودريت البيزنس ده، شغال على البيزنس ده، مدير في الاداره دي، بيزنس اونر في الحته دي، عندك مش عارف كوميتمنت مع الكلاينت ده، ما دام اتفقت على شويه حاجات لازم تكون ملتزم بيها. والعميل بتاعك اللي هو بيديك فلوس، اللي هو بيكبر البيزنس بتاعك ده، هو كل حاجه. فاحنا لو عندنا المايند سيت ده في حياتنا، ان العميل بتاعنا هو كل حاجه والديدلاين بتاعنا ده هو اهم حاجه، البيزنس بتاعنا ده هيبقى احلى حاجه. ايه رايكم في الكلام اللي فيه سجع وقافيه ده؟ لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا واطلع لك تاني كل يوم.